كالثلج وشعره رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار وعجلاته نار منتقدة، ونهر النار يجري ويخرج أمامه، وألوف كانت تخدمه، ربوات وقوف قدامه. فجلس الدين وفتحت الأسفار، ورأيت في تلك الساعة صوت الكلام العظيم الذي نطق بها ذلك القرن، وكنت أنظر حتى قتل الوحش وهلك، ودفع جسمه ليحرق بالنار. أما باقي الوحوش فنزع عنهم سلطانهم، وعرضوا طول الحياة إلى زمان ووقت. ثم رأيت في رؤى الليل وإذا ما سحب السماء مثل ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء، فبلغ وجاء إلى العتيق الأيام فقربه أمامه. داود النبي بركاته على جميعنا. إليك يا رب رفعت نفسي، إلهي عليك توكلت، فلا تخزني إلى الأبد، ولا تضحك بأعدائي، ليخزى الذين يصنعون الإثم باطلا.